إلياس زرهوني الذي نبغ واستطاع بفضل مثابرته أن يصل إلى ترأس أكبر مؤسسة بحثية في العالم، وغير وجه التشخيص الشعاعي للأبد بابتكاره طريقة لتمييز الورم الخبيث عن الحميد من خلال التصوير دون الحاجة للتدخل الجراحي. ولد إلياس زرهوني بمدينة ندرومة عام 1951. والده محمد الزرهوني كان معلما للرياضيات محبا للعلم. تخرج طبيبا في جامعة الجزائر عام 1975. هاجر إلياس إلى أمريكا، التحق بكلية الطب في جامعة جونز هوبكنز. أجرى إلياس زرهوني بحثا عن إمكانية الكشف وتمييز الورم السرطاني عن غيره عن طريق التصوير الشعاعي دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، وطور طريقة جديدة لكشف سرطان الثدي، وكان أول من استخدم التصوير لكشف ترقق العظام، ما أهله ليصبح مستشارا للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. 8